اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سلام سلام، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جبت لكم هذا الطبق بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وان شاء الله يدخل علينا بالصحة والستر. بلا ما نطول عليكم نبدأ مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. عندي حبة بصل تكون أقل من المتوسطة مرابية، وعندي حبة جزر كبيرة مقشرة ومقطعة، قيس حبة طماطم كبيرة ومرابية، ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، و3 فصوص من الثوم، قطع دجاج على حسب أفراد العائلة، وجلبان أو بازلاء. وهنايا نروح مباشرة لتحضير الوصفة. هنايا درت الدجاج يتقلى مع شوية زبدة وزيت، خليتهم يتقلاو غاية باش ياخدوا لي البنة المطلوبة. من تقلي الدجاج تاعك غادي ماكلتك تجي بنينة. وهنا نجي نزيد هذيك الحبة بصل مرابية. وهنايا برك كمعلومة على هذا الطاجين اللي راني نطيب فيه، الماكلة تجي فيه يعني روعة، مرحش كامل تندمي عليه. رانا نشوفوه يتباع في كامل الأسواق، كاين اللي تخاف منها تقول مشي موالفة، مي عن التجربة ما شاء الله، خصوصا لرمضان. يعني كما نعرفو كامل في رمضان تكوني صايمة، ديري صوالحك ما تعرفيش اسكو راهي بنينة ولا نقصت في البنة. مي هذا عن تجربة نحسو باللي حافظة لديك البنة. وهنايا مور ما تقلى لي الدجاج زدت معاه البصلة يتقلاو غاية كيف كيف. مور ما تقلاو لي زدت عليهم ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، وقيس فص ثوم كبير، وندير ما تبقى لي من الثوم على جهة، ونخلي هنايا المقادير كامل يتقلاو. الدجاج ياخد لي ديك البنة اللي راني نحوس عليها. وهنايا النار راني دايرتها على اقل من متوسطة باش الدجاج يتقلى لي في غرضه وياخد لي البنة المطلوبة. كل ما قليتيه كل ما عطاك كو سبيسيال وبنين بزاف. مرة على مرة هنايا نغطي الطاجين تاعي ونعاود نجي نحرك. وهنا بعد ما تشحر وخدا لون شباب نزيد عليه طماطم مرابية. وهنايا بغيت نشارك معكم هذه الحكمة اللي تقول: لو عشت حياتك كأنك في رمضان ستجد الآخرة عيد. ومن هنا نسأل الله أن يرزقنا الجنة وإياكم، ونسأله عز وجل أن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذنه. وهنا نرجع للطاجين تاعنا. مور ما تقلت لي الطماطم غاية نجيو هنا نزيدو التوابل. نديرو نصف ملعقة قهوة قرفة، نصف ملعقة قهوة كركم، نصف ملعقة قهوة حرور، ربع ملعقة كمون، ربع ملعقة زنجبيل. نجيو نديرو الجلبان تاعنا، ونخلي الجلبان تاني يتشرب لي البنة تاع لي زيبيس وصوالح اللي درتهم. هنايا نتيا لكن عندك الجلبان يطيب بالخوف ما ديريش مع الاول. انا هذا تاعي ما يطيبش بالخوف، جورا يخرج لي هكذا. وقولوا لي نتوما اسكو تاني رايجيكم كيما هاك ولا غير انا. وهنا درت ملعقة صغيرة سكر. هنا اذا سالتيني علاش درت السكر غادي نقول لك باسكو يشد اللون تاع البازلاء تاعنا ويحافظ عليها، يعني حتى وقت الطياب من طيب وتكمل تلقايها بنفس اللون يعني ونفس القوام. في نفس الوقت ينحي الحموضية تاع الطماطم ويزيد ذوق رائع للبازلاء تاعنا. مور ما تقلى لنا غاية نمرقو بالماء الساخن. كاين بعض الاخوات تقلي غاية الطاجين تاعها وفي لافان تمرق بالماء بارد، وهذا بطبيعة الحال يكسر كامل اللوغو تاع الطاجين. هنا باش تدي نتيجة افضل واكثر بنة نقصي للنار وخليه يطيب في غرضه. الجلبان كل ما طاب في غرضه يجي بنين، يجي بزاف بنين. نخلوه هكذا خيط يطيب في غرضه، نغطو عليه وبعدين نشوفوه. هنايا نروح نوجد الكفتة تاعي. عندي هنايا الكفتة تاع الدجاج، زدت لها نصف ملعقة كركم ونصف ملعقة حرور ونصف ملعقة قرفة وملعقة ملح و2 فصوص ثوم بالإضافة إلى حبة بيض. هاي ليك الكفتة تاعي مور ما جهزتها بالإضافة إلى 2 حبات قرنون. هنا إذا كان عندك الكفتة تاع غنمي راح تجيب بنينة أكتر وأكتر، وهادو الأمور توجور يبقاو اختيارية وعلى حسب القدرة الشرائية تاع كل واحد فينا. ورمضان كما نعرفو فيه البركة، يعني تعي تقولي ما عنديش ولا ما شريتش ولا مي توجور تلقاي الطابلة عامرة باسكو فيه البركة. الحمد لله ربي يطرح فيه البركة كيما هكذا.
احنا ندعو غير بالصحة ونتمنى يلقانا قاع كيف كيف مع عائلاتنا متلمين مجموعين. هذاك هو الصح. وهنايا بعد مرور ربع ساعة على طياب تاع الطاجين تاعي، زدت له ديك الزرودية باش تقعد شادة القوام تاعها. زدت لها هنايا قيس ملعقة تاع ملح، ملعقة قهوة بطبيعة الحال ولا اقل على حساب اللوغو. وهنايا نجي ندير الكفتة تاعي. هنايا كنت زدتلو قيس 5 دقايق يزيد يطيب شوية، ومن بعد درت الكفتة تاعي هكذا باش كي يطيبولي صوالح يطيبولي كاع كيف كيف. وهنايا شوفوا المنظر شعره شباب، زدتلو شوية تاع قزبر يطلق بالنشابة بزاف، ما خليش بزاف يطول، مامبا 5 دقايق ولا. هنا غادي تلقاي الكفتة طلقت بنة شابة ورائحة ما شاء الله، مع داك القزبر غادي يعطيه واحد النكهة الله الله. هنايا بعد ما زدت غلقت عليه، عاودت هنايا زدتلو قزبر مغسول ومقطع رقيق يعطي واحد الكو هايل. وهنا نجي نشوف القرنون تاعي اذا طاب، ديجا راهو على طياب. وهنايا توجو راني على نار قليلة باش يطيب لي الجلبان تاعي شباب. نعاود نغطي عليه، ما نخليش يقعد يطول لي بزاف، خليه مامبا 10 دقايق اضافية فقط وعلى نفس الحرارة القليلة باش يطيب لنا شباب. وهنا هاوليك الطبق تاعي، شهيتكم في الجنة، ان شاء الله يعجبكم. خرج لوغو تاعه ما شاء الله، منظر ما شاء الله، يعني يحمر لك وجهك باذن الله. اعتمديه وما راحش تندمي باذن الله، يعني حاجة مناسبة للضيوف ومناسبة للدار تاني في رمضان تاني نبغو طابلة شابة تحطيها راح تحمر لك وجهك. ما تنسوناش خياتي بالدعم والاشتراك. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى في فيديو آخر.